ليه البنات بتحب الدقن؟ السؤال اللي حير العلماء واللي مش علماء. هجاوبكم دلوقتي على السؤال ده، بس قبل ما اجاوب عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا. الموضوع مجرد ذوق ومجرد مزاج، وما ينفعش نجبر حد يغير ذوقه لمجرد ان ذوقه مش منطقي. يعني انت كولد مثلا، لو انت ذوقك ان انت بتحب البنت اللي شعرها طويل، ما ينفعش نقعد نجبرك ان انت تغير ذوقك وتحب البنات اللي شعرها قصير ونقول لك ما هو مفيش فرق منطقي، لان الذوق ما فيهوش فرق منطقي. زائد ان الموضوع داخل في عوامل نفسيه ورواسب تاريخيه على مر الزمان، فاحنا مش هنيجي النهارده الساعه 9:30 بالليل نغير كل ده فجاه. خليني بقى اقول لكم الاسباب العلميه والغير علميه ليه البنات بتحب الدقن، وفي اخر الاسباب هقول لكم دراسه علميه. اول سبب عشان الدقن عند الولاد زي الميك اب عند البنات، بمعنى لو بنت اصلا حلوه حطت ميك اب هتبقى احلى شويه او هتبقى بتحدد جمالها، ولو ما حطتش ميك اب برضو هتبقى حلوه عادي. ولو بنت متواضعه الجمال حطت ميك اب، لو هي بتعرف تحط ميك اب كويس هتداري بعض العيوب او بعض الحاجات اللي هي مش عاجباها في شكلها. كذلك الدقن عند الولاد، لو هو وسيم الدقن هتخليه اكتر جاذبيه شويه، من غير دقن هيبقى برضو جذاب. لو هو شايف نفسه مش وسيم قوي، مع ان برضو الناس اذواق ودي حاجه متغيره، بس لو هو مثلا فيه عيوب في بشرته، دقنه مش متحدده، اللي هي يعني الدقن نفسها العظم بتاع الدقن الوش مش متحدد، الدقن ممكن تغطي بعض العيوب وتبينه احلى فعلا. تاني حاجة، الدقن بتدي سن اكبر. سن اكبر هنا مش مقصود بيها ان هي بتكبرك في السن او ان هي بتديك سن كبير يعني حرفيا، بس مقصود بيها ان لو انت وشك بيبي فيس، وفي ناس كتير كده، او وشك يعني ملامحك طفولية، فهي بتخليك تبان شاب، يعني بتخليك تنتقل من مرحلة الطفولة لمرحلة الشباب والرجولة. لانه في ناس بيبقى عندها مثلا 25 و30 سنة وبيبقى شكله 17 سنة، ودي حاجة مش وحشة، دي حاجة حلوة، بس دي حاجة ممكن تخلي الناس كلها تحبك ويبقى عندك قبول قدام الناس كلها وكل الناس بتعاملك حلو. بس البنات بتعاملك في النطاق اللي هو اختي كيوتي حبيبي، اللي هو يعني بتعاملك كأنك بنت اختها، خد شوكولاتة، اللي هو محطوط في نوع من انواع الفريند زون. فاحيانا الدقن بتنقذك من الفريند زون، وهي حاجه بسيطه جدا، تخيل حاجه بسيطه ممكن تنقذك من الفريند زون، سبحان الله. تالت سبب، وده تاريخي وعميق كده جوانا لا ارادي، كل صور وحفريات والرسومات والدراسات عن الانسان القديم او انسان الكهف او الانسان الاول بتصوروا ان هو كان عنده دقن، ويمكن ده بسبب طبيعه الحياه بتاعته، ما كانش عنده حاجه يحلق بيها. بس هو مرتبط في ذهننا بحاجتين، الحاجة الأولانية إن هو بدقن، والحاجة التانية إن هو قوي وراجل قوي في نفسه ويقدر يحمي الأنثى اللي معاه، وإن هو بيعرف يصطاد، وإن هو بيعرف يحارب الأعداء ومش عارفة إيه. فالحاجتين أو الثلاث حاجات دول بقوا مرتبطين ببعض، بحيث بقى لا إراديا البنات بتحس ان الراجل اللي عنده دقن ده كده كده قوي، او كده كده عنده رجولة اكتر، او يقدر يحميها اكتر، حتى لو ده مش حقيقي، بس ده الانطباع الاولي اللي جوانا. رابع حاجة، ودي حاجة بقى متعلقة بالبشرة وحاجة حقيقية ومنطقية مش مجرد انطباع، هي فعلا بتخلي بشرتك احلى. ليه بقى؟ عشان كتر الحلاقة الكتير، ان حد يحلق كتير او حد يحلق كل يوم غصب عنه، لو هو مستعجل ممكن يعور نفسه، ممكن حتى لو عنده حباية واحدة وبيحلق غلط يلاقي نفسه نقل الحبوب لكل وشه. فالحلاقة كتير بتعرض البشرة ان هي يظهر فيها عيوب او مشاكل اكتر. الدقن بقى اولا بتداري منطقة كاملة، بتداري ما بتخليهاش فيها اصلا اي عيوب. ثانيا المنطقة التانية اللي لسه ظاهرة بتخليها تبان كده، اللي هو بتبينها اصفى، لانه بيبقى فيه زي تباين بين الدقن وبين البشرة التانية، فبتخلي بشرتك باينة اصفى وبتحدد ملامحك لو في حاجة في ملامح وشك حلوة. خامس حاجة، ودي كيوت قوي، الدقن الكثيفة واللي شكلها حلو والمنمقة بتدي ايحاء ان الراجل ده راجل والله احنا متوسمين فيه ان هو عنده القدرة انه يدي وقت ومجهود وعناية لحاجة. فناس كتير لا إراديا بتاخد ده مؤشر ان اللي يقدر يهتم بدقنه والله يقدر يهتم بأي حاجة تانية. سادس حاجة، ودي بقى الدراسة العلمية، 2 باحثين في جامعة استرالية اسمهم روبرت بروكس وداكسون، الاتنين دول قرروا ان هما يعملوا دراسة عن التطور والسلوك الإنساني. بس التطور في ايه بالظبط يا باحثين؟ التطور في الدقن. فقرروا يجيبوا 4 أنواع أو 4 درجات مختلفة من تقل الدقن، يعني 4 مثلا اللي هو ايه،
دقن محلوقة خالص، ودقن خفيفة، ودقن تقيلة، ودقن كاملة اللي هو يعني اقصى حاجة ممكنة. وعرضوا صور لرجالة مختلفة كتير من اعمار مختلفة بالاربع انواع من الدقن دول، على ستات برضو من اعمار مختلفة، وسألوهم مين اكتر جاذبية. فالستات كانت بتجاوب انه تلقائيا ولا اراديا على طول انه الرجاله اللي بدقن تقيله واللي بدقن اتقل هم اكتر الرجاله جاذبيه. مش بس كده، ده لقوا ان الستات اللي هم النسبه الاكبر اللي عايزين يخلفوا او اللي بيخططوا ان هم يبقوا امهات، وهم طبعا النسبه الاكبر او النسبه نادره جدا اللي هم مش عايزين يبقوا امهات او مش حابين يبقوا امهات دلوقتي، طبعا النسبه الكبيره دول شافوا ان الرجاله اللي دقنهم اتقل بيعبروا بالنسبة لهم عن الذكورة والقوة والصحة، وان دول هم اللي يصلحوا يبقوا اباء اكتر، او هم شايفين فيهم الاباء اكتر من اي رجالة تانية. هسيب لكم لينك الدراسة دي تحت في صندوق الوصف او في الديسكريبشن عشان تشوفوا شكل الاربع اطوال او الاربع كثافات من الدقن اللي هم كانوا حاطينها في الدراسة، وتقروها كلها بالتفصيل لان هي دراسة مسلية جدا. ومش بس دي الدراسة الوحيدة، في دراسة اتعملت في 2020 ودي دراسة امريكية، وبرضو حطوا نفس الاختيارات او حطوا اختيارات قريبة من كده ووصلوا لنفس النتيجة، انه الستات من اعمار مختلفة بتتراوح من 18 ل 70 سنة شايفين برضو ان الراجل كل ما دقنه بقت عندها كثافة اكتر كل ما هو بقى وسيم وجذاب وعنده رجولة بالنسبة لهم اكتر، وحاسين ان هو قوي ويعتمد عليه. وطبعا اجزاء كتير من الانطباع ده هي مش مجرد انطباع نفسي، طبعا جزء منها انطباع نفسي، بس اجزاء كتيرة مرتبطة فعلا بالمنطق وبالعلم. انه مثلا زي شعر البنات، كل ما شعرها يبقى صحي اكتر معناه انه صحتها كويسة وبتاكل اكل فيه كل العناصر الغذائية اكتر، فلما حد دقنه تبقى كثيفة معناه برضو ان صحته فعلا كويسة. فده مش مجرد انطباع ليس له اساس من الصحة، لا هو انطباع ليه اساس بس، وهم لما بيفكروا فيه بيفكروا من غير بقى اللي هو 1+1=2، لا هو انطباع كده فوري. كمان انطباعهم من الراجل ده اكتر رجولة او اكتر ذكورة مرتبط كمان بنسبة الهرمونات في جسمه وبحاجات حقيقية كمان علمية، مش بس مجرد انطباع. لكن في الاول في الاخر هو عند الستات من غير ما يعرفوا ومن غير ما يبقوا دارسين ولا فاهمين اصلا ايه السبب بينجذبوا تلقائيا، او اغلب الستات او نسبة كبيرة للراجل اللي عنده دقن. بس في حاجة عايزة اقولها، لو انت دقنك مش بتنمو او عندك فراغات في دقنك او عندك مشكلة تخلي دقنك مش بتنمو، بلاش تتضايق، بلاش تاخد الموضوع على اعصابك. عادي، الناس اذواق، وفي ناس اصلا فعلا في نسبة من الستات ما بتحبش الدقن او بتحب البشرة الصافية خالص، فالناس اذواق، بلاش تزعل، بلاش تحصر نفسك في قالب معين. احنا بس بنقول مجرد معلومة عشان يعني الناس تبقى فاهمة او عندها تفسير، بس بلاش تتضايق. وكمان عايزه اقول لكم معلومات غريبه عن الدقن، منها مثلا انه في ناس عندها فوبيا الدقن، يعني في فوبيا من اغرب انواع الفوبيا في العالم اسمها فوبيا اللحيه. فلو انت ما عندكش دقن وما عندكش امل ان يطلع لك دقن، دور على واحده تكون عندها فوبيا اللحيه، هتبقى بالنسبه لها انت يعني بالنسبه لها مثالي جدا وكنز جدا. وعايزه اختم بمعلومه غريبه جدا عن الدقن. في القرن ال15 كانت الدقن رمز للمكانه الاجتماعيه، وكان شبه ممنوع على الناس العادية النبلاء بس هم اللي يربوا دقنهم. وفرض الملك هنري الثامن في بريطانيا على الناس ضريبة لو ربوا دقنهم لأكتر من أسبوعين. مش بس في بريطانيا، في روسيا كمان سنة 1678 الإمبراطور بطرس الأكبر فرض برضو ضريبة على الناس لو ربت دقنها، وكانت برضو بترمز للمكانة الاجتماعية. وكان النبلاء بيبقوا شايلين حاجة كده زي رخصة، حاجة معدنية كده عليها دقن، ان هو انا من حقي اربي دقني بس كده. واتمنى كلكم تبقوا في الشكل اللي انتوا بتحبوه وتبقوا مع الناس اللي انتوا بتحبوها بكل شغف ومن كل قلبكم، واتمنى لكم كل الخير والسعادة يا رب. باي باي.